يسعد مساكم يا غوالي، وشكرا على دعمكم وشكرا على تعليقاتكم الجميلة. اليوم حلقتنا السادسة، أو طريقة سادسة التخلص من الأفكار السلبية من أصل 14 طريقة تساعدك على التخلص من الأفكار السلبية. أوكي، خلنا نبدأ لكم طريقة اليوم بمختصر. الموضوع ما كلش لطيف، الموضوع كلش بسيط وما يحتاج وقت إلى أكثر، أقل من دقيقة يمكن احتمال، يعني دقيقتين بالكثير يعني. المهم يقول لك تجنب الأفراط العمل، يعني لا تشتغل باستمرار بساعات طويلة بدون ما تاخذ استراحة. إذا شعرت أن أنت بحاجة إلى استراحة اطلب ذلك ولا تخجل، وتأكد 100% إذا تعكرت حالتك الصحية لن تنجز أي إنجاز ولا أي شيء. صحتك هي أولويتك مهما كانت أي الأسباب، مهما كان العمل، مهما كان الموضوع مهم. الأهم صحتك. يعني تتخيل وياي عندك فلوس، عندك بيت، عندك سيارة، بس صحتك متدهورة وما تقدر تسوي أي شيء. يعني مثل ما أنت جايب لك سيارة أحلامك قاعدة بالباب، طابقة بالجراج وتبوع عليها، ما تقدر تساعدها. ليش؟ لأن صحتك متدهورة، ما تقدر تعمل أي شيء. لذلك انتبه على صحتك فقط. رسالة هذا الفيديو أو هاي الحلقة، انتبه على صحتك. طبعا من الأفكار الإيجابية أنت لازم تهتم بصحتك من ناحية شيء.